لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم. اليوم غادي نهضروا على موضوع كيهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع ديالنا، واللي هي فئة المتقاعدين. بزاف منكم كيسول واش كاين شي امتيازات خاصة بالمتقاعدين في المغرب، وشنو هما التخفيضات اللي يقدر يستافد منها المتقاعد. هاد الأسئلة مهمة بزاف، ولهذا قررنا نجمعوا لكم كل المعلومات اللي كاينة باش نجاوبوا على هاد التساؤلات. فيديو اليوم غادي يكون بمثابة دليل شامل لكم. غادي نتعمقوا في الامتيازات والتخفيضات اللي كاينه في مجالات مختلفه بحال النقل، الضرائب، الخدمات الصحيه والترفيه. بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا على حقوقكم وتستافدوا من جميع الامتيازات اللي كتستحقوها. يلا نبداو. تخيلوا معايا انكم باغيين تسافروا وتغيروا الجو او تزوروا العائله في مدينه اخرى، ولكن المصاريف ديال السفر هي اللي كتحسبوا لها ألف حساب. الأخبار الزوينة هي أنكم كمتقاعدين عندكم امتيازات مهمة تخلي هاد المصاريف أخف بكتير. نبداو قطاع النقل، حيث كاين تخفيضات مهمة بزاف. القطار ONCF، الأصحاب القطاع الصحي. إذا كنت متقاعد من القطاع الصحي العام، هاد الفقرة كتهمك بزاف. أنت والعائلة ديالك، يعني الزوجة والزوج والأبناء اللي مازال ما وصلوش 21 سنة، عندكم الحق في تخفيض 40% على تذاكر القطار، سواء كنتوا باغيين تسافروا في البراق، يعني القطار فائق السرعه او القطار الاطلس او حتى القطارات المكوكيه. تخيلوا معايا غادي تزوروا ولادكم في الرباط او تسافروا لتطوان، غادي توفروا فلوس مهمه. هذا الامتياز جاء بموجب اتفاقيه بين المكتب الوطني للسكك الحديديه ومؤسسه الحسن الثاني لاعوال القطاع الصحي. للمتقاعدين العسكريين وقدماء المحاربين، اذا كنتم من هذه الفئه فالتخفيض اللي عندكم اكبر بكثير. تقدر تستافدوا من خصم كيوصل ما بين 50% و 75% على تذاكر القطارات. هادشي كيعني ان الرحله اللي كانت غادي تقام عليك ب 100 درهم تقدر تقام عليك ب 50 درهم او اقل. هذا الامتياز جاء في اطار شراكه بين ONCF ومؤسسه الحسن الثاني لقدماء العسكريين والمحاربين. الحافلات سوبراتورز، نفس التخفيضات اللي ذكرناهم في القطار كينطبقوا على الحافلات ديال سوبراتورز. هادشي كيعني انكم تقدروا تستافدوا من تخفيض 40% اذا كنتم من القطاع الصحي، او من 50 حتى ل 75% اذا كنتوا عسكريين متقاعدين. هاد الحافلات كتقوم برحلات بين المدن، وهذا كيعطيكم خيارات اكثر للتنقل باسعار مناسبه. الخطوط الملكيه المغربيه رام، حتى في الطيران كاين امتيازات. وزاره الدفاع الوطني موقعات اتفاقيه مع الخطوط الملكيه المغربيه باش تعطي المتقاعد العسكريين وذويهم خصم 25% على تذاكر السفر. هذا الخصم كينطبق على رحلات الداخليه والدوليه. تخيلوا تقدر تسافر لفرنسا ولا شي دوله اخرى وتشوف عائلتك بثمن اقل، ولكن باش تستافد من هذا الخصم خاصك تقدم بطاقه العضويه في مؤسسه الحسن الثاني لقدماء العسكريين او البطاقه العسكريه. نصيحه مهمه، باش تستافدوا من هذه الامتيازات خاصكم تثبتوا الوضعيه ديالكم. كيفاش؟ بكل بساطه، في اغلب كيكون مطلوب منكم تقدموا بطاقه المتقاعد او بطاقه اسنان او اي اثبات خاص بالقطاع ديالكم. دائما قبل ما تحجز استفسروا على الوثائق المطلوبه باش كلشي يدوز بسهوله. هاد التخفيضات كلها كتشجع على الحركه والسفر، سواء من اجل المتعه او زياره الاهل والاحباب. وحتى نتوما اللي كتفرجوا فينا، الا كان شي حد من عائلتكم متقاعد شاركوا معاه هاد المعلومات باش يستافد منها. دابا غادي ندخلوا في صلب الموضوع اللي كيهم كل متقاعد، الفلوس والضرائب. بزاف الناس كتجيهم هاد المصطلحات معقده، ولكن اليوم غادي نبسطوها بابسط طريقه ممكنه باش كلشي يفهمنا. يلا تخيلوا معايا، من بعد سنين ديال الخدمه والعطاء، الحكومه قررت تكافئ المتقاعدين بطريقه مباشره على الفلوس اللي كياخذوها كل شهر. هاد الامتياز الاول كيتعلق بالضريبه على الدخل ديال المعاشات ديالكم. باش نفهموا هادشي مزيان، شنو هي الضريبه على الدخل؟ ببساطه هي واحد النسبه من الفلوس اللي كتاخذها كل شهر، كتاخذها الدوله قبل ما توصل لجيبك، وهادشي كينطبق على المعاشات ديال التقاعد حتى هي. الخبر المفرح هو انها بدايه من 1 يناير 2025 الدوله قررت تنقص منها الضريبه. كيفاش؟ غادي تولي كتاخذ فقط 50% من النسبه اللي كانت كتاخذ من قبل. باش نزيدو نبسطو بالمثال، نفترضوا انك كنت كتاخذ معاش ديال 5000 درهم في الشهر وكانت كتقطع منه واحد النسبه ديال الضريبه. دابا من 2025 هاد النسبه غادي تنقص للنص،
يعني الفلوس اللي كانت كتمشي ضريبه غادي يرجع نصها لجيبك. بهذا الشيء كيشمل تقريبا 86% من المتقاعدين، خصوصا اللي معاشهم فوق 4000 درهم. واش هادشي ماشي مزيان؟ اما الخبر الاروع هو انه بدايه من 2026 غادي يكون اعفاء كامل من هاد الضريبه. يعني الفلوس ديال المعاش ديالك غادي توصل كامله بلا ما تقطع منها الضريبه على الدخل. هادشي كيعني ان القيمه الحقيقيه ديال المعاش ديالك غادي تطلع وغادي تحس براحه ماديه اكبر. مهم بزاف، كاين واحد دعم مالي اخر سميتو مدخول الكرامه. هذا ماشي تخفيض في الضريبه، هذا دعم مالي مباشر وفيه واحد الحس انساني رائع. الهدف منه هو مساعده الناس المسنين، يعني اللي عندهم 65 عام او اكثر واللي في وضعيه هشه، يعني ما عندهمش مدخول قارو كافي. هذا البرنامج كيمنح هذه الفئه مبلغ نقدي شهريا. المبلغ كيبدا ب 400 درهم في الشهر، ولكن كاين خطه باش يرتفع تدريجيا ويوصل ل 1000 درهم بحلول 2026. تخيل معايا كيفاش هذا المبلغ ممكن يساهم في تحسين جوده الحياه ديال شي شخص محتاج. هادشي كيرجع الاحترام والكرامه لكبار السن. اذا كيف ما شفنا كاين دعم على جوج ديال الوجهات. من جهه كاين تخفيض في الضرائب باش يولي المعاش ديالك كيوصل لك كامل، ومن جهه اخرى كاين دعم موجه للناس اكثر محتاجه. هادشي كيبين باللي راه كاين اهتمام حقيقي باش الحياه ديال المتقاعدين تكون احسن. اصدقائي، بما اننا هضرنا على الفلوس والنقل، دابا جا الوقت باش نهضروا على المتعه والراحه. واش عارفين ان التقاعد في المغرب هو فرصه ذهبيه باش تكتشفوا الثقافه والترفيه بلا ما تصرفوا بزاف؟ هاد الفقره مهمه بزاف حيت كتهضر على المتعه والفائده في نفس الوقت. بزاف الناس كيسحب ليهم اللي كيتقاعدوا صافي سلب الحياه، ولكن العكس هو الصحيح. الدوله كتشجعكم باش تستغلوا وقتكم في حوايج اللي كتحبوهم، ولهذا درت لكم مجموعه من الامتيازات. المتاحف الوطنيه، تخيلوا معايا تقدر تدخل لاي متحف وطني في المغرب بالمجان. كيفاش؟ يكفيك تكون عندك 65 عام او اكثر. هادشي كيعني انك تقدر تلوح المتحف اللي في مدينتك وتشوف التاريخ ديال بلادنا او الفنون اللي فيه بلا ما تخلص حتى فرنك. فكر فيها بحال رحله مجانيه للماضي، وسيله باش تزيد المعرفه ديالك وتوريها لولادك واحفادك. المسارح وقاعات السينما الحكوميه، شحال من مره كتشوف شي مسرحيه ولا شي فيلم جديد وتفكر تلوح تشوفوه، ولكن كتقول لا خليها شي وقت اخر. دابا مع التخفيض اللي كيوصل 50% على التذكره ما بقاش عندك حجه. تقدر تمشي تشوف مسرحيه مع وليداتك ولا حفيدتك وتضحكوا وتشاركوا لحظات زوينه، او تشوف اخر فيلم في السينما. هادشي ماشي غير ترفيه، بل هو حتى فرصه باش تخرجوا من روتين الحياه اليوميه وتعيشوا لحظات خاصه. الحمامات المعدنيه، العيون السخونه. واش عمرك سمعتي بالعيون السخونه؟ هي بلايص كيكون فيها الماء سخون طبيعي وكيتعتبر العلاج ديالو مزيان للجسم والعضلات. دابا عندك الحق في تخفيض 50% على الخدمات ديال السباحه واستشفاء بالماء المعدني. هادشي بحال شي سبا طبيعي كيعاونك على الاسترخاء ويخفف عليك التعب ويرجع الحيويه للجسم ديالك. الرحلات والاقامه الفندقيه، ما تحلمش باللي السفر غالي. دابا كاين تخفيضات خاصه على الرحلات المنظمه، بحال الا بغيتي تسافر شي مدينه في المغرب مع شي جمعيه ديال متقاعدين، وكاين حتى تخفيضات على الاقامه في فنادق اللي موجهه لكبار السن. يعني تقدر تغير الجو، تسافر وتشوف بلايص جديده وبثمن معقول. شفتوا كيفاش التقاعد ماشي نهايه، بالعكس هو بدايه ديال مرحله جديده كلها راحه واستشاف. هاد الامتيازات هما هديه من المجتمع لكم باش تعيشوا حياتكم بكل ما فيها من جمال ومتعه. دابا غادي ندوزو لواحد النقطه مهمه بزاف وكنظن باللي بزاف منكم كيعانوا منها، المعاملات الاداريه. كنا كنعرفوا الطوابير طوال والانتظار في ادارات، وهذا الامر كيكون صعيب بزاف على الناس المتقاعدين، ولكن الحمد لله راه كاين مبادرات جات باش تسهل عليهم حياتهم. تخيلوا معايا واحد الموقف واقعي. واحد متقاعد بغى يمشي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS باش يتاكد من المعاش ديالو او يدفع شي وثيقه. قبل كان خصو يوقف في الصف مع كل شيء ويصبر على الزحام والوقت طويل، وهذا الشيء كيقدر يسبب له تعب والارهاق. ولكن دابا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دار واحد المبادره رائعه اسمها الرواق الاخضر. شنو كيعني رواق اخضر؟ هو بحال ممر او مكتب خاص ومخصص للمتقاعدين وكبار السن في كل وكاله ديال CNSS. يعني عوض ما يوقف في الصف الطويل كيمشي مباشره هذا المكتب المخصص وتما كيتلقى معامله خاصه وكيسهلوا عليه الاجراءات والمعامله ديالو بسرعه وراحه. هذه المبادره
جات باش تبين الاحترام والتقدير لهذه الفئة العمرية وتوفر عليهم الوقت وجهته. وكاين مبادرة أخرى مهمة بزاف، وهي بطاقة الشخص المسن. هاد البطاقة هي بحال بطاقة الهوية خاصة بكباء السن اللي في العمر ديال 65 سنة أو أكثر. الهدف منها هو تسهيل عليهم الوصول لجميع الامتيازات والتخفيضات اللي هضرنا عليها قبل. كيفاش كتخدم؟ سهلة. مثلا إلا بغيتي تدخل شي متحف وطني بالمجان، أو تستافد من تخفيض في المسرح أو في الحمامات المعدنية، عوض ما تبقى تبرهن على العمر ديالك أو الوضعية ديالك، هاد البطاقة هي الإثبات الرسمي ديالك. بمجرد ما تقدمها كتستافد من الامتيازات اللي كتستحقها بسهولة تامة. باش تحصل على هاد البطاقة خاصك تمشي للمديريات الجهوية للنشاط الاجتماعي تابعة لوزارة التضامن، وتدفع الطلب ديالك مع الوثائق المطلوبة. هاد البطاقة هي دليل على أنك شخص مسن وعندك الحق في الامتيازات اللي كتوفرها الدولة. هاد جوج مبادرات، الرواق الأخضر والبطاقة، كيبينوا أن الدولة بدات كتعطي اهتمام خاص لكبار السن والمتقاعدين وكتسهل عليهم حياتهم اليومية. إلا كان عندكم شي تجربة مع هاد المبادرات شاركوها معنا في التعليقات باش كلشي يستافد. نتمنى يكون هاد الفيديو عجبكم وأفادكم. الامتيازات اللي شفنا اليوم هي اعتراف بالجهود الكبيرة اللي قدمها المتقاعدون للمجتمع ديالنا. أصدقائي، بغيت نطرح لكم سؤال: شنو هي الامتيازات اللي كتظنوا خاصها تزاد للمتقاعدين في المغرب؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الفيديو الجاي.